السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين النهاردة روتين في المطبخ. عملنا الحلويات اللي انتوا شايفينها دي، بيتزا من غير عجين، وكمان عجلنا شوية عيش. قلنا برضو ما نبخلش عليكم بفرحة العيش كده وهو بيقب في الفرن. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما اقدرش بصراحة ما اصورش الحاجات الجميلة دي، فقلت اعمل معاكم كده روتين في المطبخ وتشوفوا عملت ايه النهاردة في مطبخي، وتشجعوا كده يلا وتقوموا تنفذوا على طول. انا اول حاجه طبعا بدات ان انا اعمل العيش. طبعا انا ما وريتكوش بقى العجين لان انا عملته معاكم كتير جدا، والعجينه بتاعته عباره عن دقيق. انا جايباه دقيق من فلاحين، يعني اللي هو المفروض ان هو دقيق قمح كامل، بس هو تقريبا دقيق بلدي. فالمهم عجنته 4 كوبايات دقيق برشه ملح، وكمان معلقه خميره فوريه، وكوبايتين من الميه الدافيه. بالظبط دي كده مقادير العجينه بتاعتي، وعجنتها طبعا ولتتها وكل حاجه زي ما بتشوفوا في الفيديوهات اللي انا كنت عامله فيها العيش قبل كده. وسبتها طبعا تخمر، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ماليه الطبق وخمرانه وجميله. جبت طبق فيه ميه وعليه شويه زيت، وابتديت ان انا اقطع، لان انا كنت سايبه العجينه بتاعتي ايه مش ناشفه قوي، لا سايباها سايله شويه، فعشان اعرف امسكها واقرصها كده حطيت الطبق فيه ميه وحطيت بس نقطه زيت. قرصت بقى العجينه كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا قطعتها على رده، وببططها كده تبطيطه بايدي خفيفه، واغطيها واسيبها برضو ترتاح شويه. في الوقت ده كنا عايزين ناكل حاجه سريعه على ما العيش يتعمل بقى ونكمل اكلنا. فقلت هعمل بقى بيتزا ناكلها كده سريعا واحنا واقفين. كنت انا وبنات زوجي يعني معايا وعايزين ياكلوا، فقلت يلا بقى حاجه سريعه كده. جبت كده قرنين فلفل، واحد احمر واحد اخضر، وقطعتهم، وجبت كده فصين توم بشرتهم بالمبشره، وكان عندي طبعا الصلصه اللي هي المجهزه دي، فاخدت معلقتين صلصه ونقطه كده زيت زيتون، وحط ملح وحط فلفل اسمر، وهحط كمان شويه من الزعتر. دي كده صلصه جاهزه على طول سريعه لاي بيتزا عايزه تعمليها. وعندي جبنه موتزاريلا. عملت ايه برضو ما وريتكوش الخطوه دي، قطعت البتنجان وشرحته بس كده، ما وصلتوش للاخر التقطيعه دي، مربعات كده من قلبه، ودخلته رشيته كده برشه زيت بالبخاخه الزيت، ودخلته الفرن. خد نص سوا كده، شغلت له الفرن طبعا اول ما بدا ان هو يستوي وخد نص سوا طلعته. دهنته بقى بالصلصه، وبعد كده حطيت الجبنه. تقدري بقى تحطي بقى اللي انت عايزاه، لو عندك حتى لحمه مفرومه، عندك اي حاجه عايزه تحطي بيه، سجق، اي حاجه عايزه تحطيها براحتك بقى. انا كان موجود عندي الجبنه الموتزاريلا والفلفل، فقلت كفايه قوي كده على البتنجان، وهيبقى احلى ميني بيتزا سريعه صحيه. بصوا اي حد بقى بيعمل دايت، اي حد يعني مريض سكر، مريض مقاومة انسولين، بيعمل كيتو دايت، اي حاجة بصوا شغالة. فطار غدا عشاء ممكن تعمليها كده تاكليها، صحية جدا جدا متقلقيش. عايزة تحطي كمان شرايح طماطم، عايزة تحطي زيتون، المتوفر عندك واللي بتحبيه تقدري تحطيه توبنج كده للبتنجان ده. حطيت بقى الفلفل وزعته كده، فلفل احمر وفلفل اخضر، وبعد كده هنزل تاني بجبنه موتزاريلا على الوش، وهدخله طبعا الفرن تاني يكمل سوا. مش هيكمل بالظبط 10 دقايق، يعني بتكون الجبنه ساحت والبتنجان استوى، وكان تحفه تحفه تحفه. جربوه هيعجبكم جدا، واعملوه لاولادكم كده وهم بيذاكروا وهم قاعدين كده عايزين ياكلوا حاجه سريعه. قولوا لهم بقى، ولو ولادك ما بياكلوش البتنجان كمان هياكلوه بقى بالوصفه دي. بصوا انا ما قدرتش اقاوم، اول ما طلعت من الفرن سخنه وبتوحوح كده والجبنه سايحه وجميله جدا، ابتديت ان انا اقطع كده وادوق علشان اتاكد ان البتنجان استوى وكل حاجه جميله. بصوا البتنجان واخد لون حلو قوي من الفرن كله، يعني في الفرن تقدري كمان لو انت عندك بقى قلايه هوائيه اير فراير تقدري تعمليه فيها برده، مش هياخد وقت معاكي خالص. بس الفرن عندنا شغال ما بيقولش لا يعني. ببتدي اقطع كده، وبصوا البتنجان بيتقطع معايا زي الزبده، وبصوا طالعه بقى والجبنه سايحه، والطعم الفلفل وطعم الصلصه كمان اللي بالثوم وبالزعتر مخلياها في حته تانية. بصوا انا اكلت بقى الحته دي ما قدرتش، طعمها جميل جدا، وكلناها بقى واحنا واقفين كده حاجه سريعه على ما نشوف هناكل ايه. فحبيت طبعا ان انا ما ابخلش عليكم بالطريقه، ما كنتش هصور بصراحه لحد ما قطعت البتنجان ودخلته الفرن، فقلت لا انا ما ابخلش على حبايبي ابدا بالطريقه دي. بعد ما خلصنا كده كلنا البيتزا بتاعتنا الجميله، هنبتدي بقى نفرد في العيش. جبت طبعا المفرش، بفرد عليه كده شويه من الرده برضو بساط، وعلى الوش كده رشه دقيق، لو النشابه مثلا عايزه دقيق او العجينه هتلزق في وش العجين يعني هيلزق في النشابه، فبضطر ان انا ارش له رشه دقيق كده برضو من نفس الدقيق اللي انا بستعمله. ما بستعملش دقيق ابيض خالص. طبعا مشكله الدقيق معايا دي مشكله كبيره. طبعا اللي انا بجيبه من المحلات يعني، او اللي هو الاكياس الجاهزه،
بيبقى لون بني وملمسه حاجة، واللي انا بجيبه بقى من الفلاحين على اساس ان هو قمح كامل بيجيبوهولي دقيق غلة. فانا بصراحة مش عارفة ايه اللي صح وايه الغلط بس عامة هو العيش بصراحة بيطلع جميل وريحته حلوة قوي وطعمه كمان جميل جدا. فاتمنى يعني وادعي ربنا كده ان يكون عيش صحي وما يضرش حد ان شاء الله. اهو بصوا طبعا بحطه على الطاسة او على الصينية وهي سخنة، يعني ما بيكملش كام ثانية، نص دقيقة، واروح مدخلاه تحت الشوايه. طبعا بكون مسخناها وببتدي ان انا اسيبه بقى لحد لما بيقب كده وبيبقى جميل جدا. فبصراحه يعني اللي فاهم في الدقيق يا جماعه يفهمني، الدقيق القمح الكامل ده ايه بالظبط؟ يعني نجيبه منين صحي؟ يعني غير سنبلة الفرات ودوبيلا والكلام ده برضو، لاني مش واثقه فيه، فانا مش عارفه اثق في حد. اهو ده كده العيش انا بنفضه كده من اي رده زياده، وبروح احطه على الصينيه بتاعتي وهي سخنه. بصوا ما بكملش، يا دوب بحركه كده بتلاقوه فقفق كده من كل العيش، اطلع فقاقيع صغيره خالص. ما بستناش عليه بقى، بروح مدخلاه تحت الشوايه على طول. الاتنين شغالين معايا اهو، بصوا دي شغاله ودي شغاله. بوطي النار لحد لما الصينيه تطلع، بروح حطها تاني على البوتاجاز واكمل بقى. وطبعا على ما هي في الفرن بتتعمل، بكون فردت رغيف تاني على المفرش السيليكون كده. بصوا طلعت واحد طالع من الفرن والصينيه فضيت، بروح جايبه الرغيف اللي انا فرداه حطاه. بص طول ما انا واقفه بقى كده بفرد، بحط على البوتاجاز، بدخل الفرن، بروح على ما الفرن يخلص اكون فردت رغيف، اجي اطلع اللي في الفرن احط الرغيف اللي انا فردته، وهكذا. ما بياخدش بقى معايا وقت خالص، دي اسهل حاجه بصراحه عندي. بتمنى بقى ان انا كان عندي يعني ايه نظام مطبخ واسع شويه، علشان يعني ارتاح واعمل وانا قاعده كده، ويبقى باب الفرن بيتفتح وانا قاعده. الكلام ده كله كان كله على الواقف كده. طبعا انا المطبخ بتاعي يا دوبك واخدني وانا واقفه يعني، فمش عارفه طبعا ان انا اقعد مثلا، او ان انا اعمل على طبليه واقعد قدام الفرن والكلام ده، مش عارفه بصراحه. طبعا انا اتمنى جدا ان انا كنت يعني اتعلم كمان الرح واعمل في الفرن البلدي والفرن الصاج والكلام ده. لو اتاحت لي الفرصه يعني ان شاء الله ممكن ابقى اعملها. يعني لو الفرصه اتاحت لي وحد دعاني عنده ويكون بيعمل الحاجات دي، هروح على طول اتعلمها. حبيت اصور لكم طبعا المنظر الجميل ده. صورت لكم اخر رغيف كان صغنون خالص، كانت اخر حته عجينه كانت صغيره، فعملت رغيف صغنون خالص. طبعا صورته لكم بقى وهو بيقب. طبعا معرفتش اصور لكم بقيه العيش كله وهو بيقب جوه الفرن عشان كنت شغاله زي ما انتم شايفين كده. اخر رغيف بقى رحت مصوراه، وشفت بقى لحظة ما هو بيقب في الفرن كده، لحظة النجاح، لحظة الحاجات الحلوة كلها، التعب كله بيروح في اللحظة دي. بحس ان انا انجزت. ده طبعا كان اخر رغيف اهو، خلصت بقى كل العيش، وده يعتبر نص كيلو دقيق عمل لي 17 رغيف بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، ما عدا الرغيف الصغير. يعني هما 16 رغيف حلوين كده، والرغيف الصغيرين ده هو ال17. طبعا احنا بنحب العيش صغير لان احنا مش بناكل عيش كتير. فانتي وراحتك، عايزه تعملي العيش اكبر من كده ممكن تقطعيه اكبر من كده ويقطع معاكي كميه اقل. عايزه تقطعيه في الحجم اللي انا مقطعاه ده، شايفين الحجم ده حلو زي اللي بنشتريه من بره. والله يمكن اللي بنشتريه من بره اصغر كمان، يمكن قد الرغيف الصغير اللي انا عاملاه ده. لكن شايفين بقيه العيش ما شاء الله حلو جدا جدا، وكله نافخ وكله مظبوط وسواه حلو قوي قوي. حتى اللي ما نفخش لما طري هيتفتح برضو. يعني في كام رغيف كده ما نفخوش قوي، بس نفخوا من الجوانب كده، بس من النص كانوا لازقين. بس حتى لو كده بعد ما طريوا كده هيتفتحوا وهيتعملوا سندوتشات وهيبقوا تحفة جدا جدا. بجد الحاجات دي خير في البيت، وريحة الخبيز ده خير في البيت. اتمنى ان انتوا بس تجربوها ولو مرة، مش هتسلوها تاني ابدا 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 زي كده بالظبط. العيش اهو لميته وحطيته بقى في الكيس، وهشيله في التلاجة او في الفريزر واطلع منه حسب الاستعمال. يا رب يكون الروتين النهارده عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام عليكم.